يرضى عنك. يقول اول شيء نقول نذكركم ومتابعين نقول افلح من ذكر الله لا اله الا الله اللهم صل وصلى على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الرجال انا قابلته بس انا كنت صغير، لكن يذكرون لي الوالد والعمان والجماعه في الديره. قابلته قبل حرب الخليج، جانا في الديره رجال من اهل الحجاز، خير شروه من عندي، شروك طيب، لا اله الا الله سبحان الله العظيم. هو جاء على اساس كلها مزارع المنطقه، فجاء وجربوه الناس، يعني ما هي بالدعوه عبث. سبحان الله العظيم يعطيها الله نظره غريبه، يعلمك بالماء، يجي لمزرعك ويتمشى فيها، يجي في عنده مثل الاحساس كذا، يقول احرى مال الماء عندك في هالمكان، احفر. كم حفر؟ قال احفر مثلا 60 متر 70 متر، ولا ان كان هرتواز 120، يعني يعطيك ارقام احيانا غريبه. وسبحان الله وافقت كلامه، ترى صحيح يعني، وهو ما هو بانه دجال ولا، والله سابقنا المسجد الله ربنا وربه. وانا جلست معه، وعاد ينقل لي احد ابناء العم والوالد ايضا اكد القصه هذه. هو يروي قصته، قالوا وانت وش سرك؟ وش موضوعك انت؟ قال والله انا بالاول بديت حياتي عندي محل في مكه، وترزق الله فيه، والله انه رزق على ما قال رزق ذيب، يوم ويوم بيع وشراء، وانت يوم عني على ما قال. يقول راحت بي الدنيا وجاني عيال وكذا، يقول وخويت مع احد الشيوخ احد الامراء، يقول صرت معه، يقول والله اني عينت خير الحمد لله زانت اموري. يقول يوم جاء كالسنه قالوا كالمعتاد الامير هذا له برنامج كل سنه يقنص في الجزائر، وله بيت في احد المحافظات القريبه المنطقه البريه اللي يقنص فيها، فيروح يقنص في النهار، ولا جم سيان عودوا على البيت تريحوا، ويعني ما هم مثل البر. وهذا طريقتهم تقريبا 20 يوم 25 يوم في السنه على هالحاله. يقول انا معه طبعا، يقول الاخويا واجد، فكل واحد يخصص له مهمه. فيه منا اللي يقنص مع الامير، مثل اللي يقصون الجره، ومثل اللي اهل الصقاقير، ومثل اهل السلاح وغيره. يقولوا حنا ما لنا في الامور هذه، فيعيننا في البيت قليل ما نطلع معه، وكل واحد له شغله. يقول انا شغلتي مشرف عام على كل شيء، على اللي مهتمين بالسيارات، وعلى اهل المضيف، وعلى طبعا الباب مفتوح، فاهل المحافظه ذولي علية القوم ولا اميرها وكذا يجون، حتى لو كان الامير في البر يجون. يقول جاني المسؤول عن السيارات، قال يا ابن الحلال انا والله اني تعبت، وشوف لك حل تكفى، انت مشرف وانت اللي في وجه الامير، دبرني. قال وش علمك؟ قال يا اخي الجهال هذول بزور، اولاد صغار يجون ويحذفون سيارات الامير، وكسروا قزاز، يعني شقاوة اطفال الله يصلحهم. قال كسروها وعدموها، وترى والله اني بستحي، وش اقول انا؟ ما في يدي، هذا العجز لحقناهم مره مرتين وهاوشناهم، مسكنا واحده واثنين وطقيناهم، ما فعد فيهم. قال لا 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 لا، غلط، خلاص خلوا الموضوع عندي. قالوا خلاص، هو عارف ان هذولا يعني محافظه صغيره او هجره ضعوف. يقول يصير جميع باقي من النعمه، سواء فطور ولا غدا ولا عشاء، خصص له واحده من الاخويا، قال لي شيلها انا وياك تعاوني نروح نقسمها على البيوت. يقول من اول مره قسمنا عليهم مع الجونه. يا سلام، اثرهم يجوعون جايعين ويدرون هالبيت فيه خير، وصغار ما يقدرون يدخلون المجلس، الكبار يجون لكن الصغار ما يقدرون، فمساكين ما يتنجون. يقول صرنا ابدا نقسم عليهم. صار ايش؟ انتبه، هو الرجال هذا صاحبنا في القصه، انتبه لاثنين منهم حالتهم مره تعبانه، ملابسهم وطملين وحالتهم قشره، رحمهم. صار ايش؟ يطلع قاسمة الله ويعطيهم، وعلى قولت اخوي يزن العطاء، اي بالله له لذه. فاعجبه الموضوع، صار ايش؟ يصرف الفلوس العمله الكبيره زي ما تقول على ريال، ويقسم، يعطي هذا 5 وذا 5 وذا ريالين وذا 3، يقسم عليهم، هم واجد. المهم انه الاثنين الاطفال هذولا هو ترى ما يعرف قصتهم، ولكنه الله جعلهم في قلب الشيء، لحد انه وهو جالس مثل جلستنا هذه يطرون على باله، ما تغيب اشكالهم عن باله، ولا يدري ليش. يقول اخذت لي يجي لي 5 ايام، يقول امشي ذاك اليوم وانا ممسي، يقول وحلم خير،
ولهاك الرجال المقبل يقول يوم قرب مني يقول وانا يجي في نفسي ان هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول انا لابس عمامه ولبس زين، يقول يوم قرب مني يقول على وصف الرسول المذكور. سبحان الله العظيم. يقول له مبتسم وجو وقف عندي قال يا فلان، قلت لبيك يا رسول الله. قال شيل الجنازه هذه. يقول الناظر اللي جنبي ولا فيه جنازه؟ قال جنازه من؟ ما ادري ما شفتها قبل شوي. قلت ابشر. يقول روح. يقول والله ما ادري وش السالفه وصحيت من حلمي. يقول يوم صحيت واستقعدت الطبيعي انه يتذكر الرؤيا. يقول رؤيا في قلبي الى الان ما نسيتها. يقول لكن اللي يجي في بالي الاطفال ذولا. سبحان الله العظيم، الاطفال هذول الاثنين. يقول يوم اصبحت بس يبعدك الصبح. يقول يوم اصبحت يقول انا اروح للديره اللي ميرزد راح قنص. يقول انا اروح الديره. قلت العيال ذولا وش هاللي ما غابوا عن بالي؟ وش هالمكان اللي لهم عندي؟ قالوا يا شيخ خلها على الله، هذول ينطبق عليهم ارحموا عزيز قوم ذل. هذول ابوهم الرجل الطيب وابوهم الرجل اللي في خير اللي لكن توفاه الله، وامهم ارمله لا وعندهم اخت بعد في البيت صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تدرون، يقول واشوف الناس اللي يجونا في المضيف الامير، يقول صرنا نمول عليهم كذا. لقيت واحده اثنين قلت سووا خير، هالاطفال هذول انا بكفلهم، لو يحصل اروح بهم معي للسعوديه رحت. قالوا لا وين تكفلهم ما يقبلون عزيزين انفس ذولا. وش الحيله؟ يقول جاني رجال شرواكم مثل ابو عمر كذا يقول ام العي. قال شوف تبي تكفل بهم؟ قال ايه. قال مالك الا تاخذ امهم وعساها تحصل لك، ترى خاطبها قبلك عالم وعيت. قالت مره انا ما تعدى عيالي، عاد انت سعودي تروح بها للسعوديه ما هي بطايعك. قال انا ابيها على انساني باخذها علشان العيال ما ابي لهم انا، لكن على ما يسقى الخنيز فثر الزت يقولون. قال حات عمها. وين عمها؟ قال هاك الشايب اللي يقعد معكم كل ليله. قال ذاك عمها. قال الله هو وليها هلا. قال بس تمام. يوم دارت القهوه وهذا يجلس جنبه قال يا عم ما في على سلامتك، ما ذكرت لي بنت اخوك ام الايتام. قال ايش فيها؟ قال بها على السنه سو خير. قال والله ما طاعت ولا انت كفو ونعم، لكن والله هي ما طاعت تبي اكلمها. قال كلمها. سبحان الله العظيم. يوم كلمها قالت موافقه. سبحان الله تيسير رب العالمين. بشر الامير قال يا طويل العمر بشرك اني خطبت بنت اخو الرجال الفلاني اللي يجي يجلس في مجلسك، وبشرك انها وافقت، وبشرك هي ام ايتام، وهذا ما جرى وهذا ما رايت في المنام. قال اشهد ان لا اله الا الله. اجل تدري؟ قال لي. قال هذه اعطاك الله 40,000 دولار تكاليف زواجك وما يلحقه ولا تزيني، ما تكفيني هذه. قال بيض الله وجهك يا طويل العمر وتحري بالعلوم الغانمه. وش عندي منك يا طويل العمر؟ قال عندي لك امر ابى اطلبه استثناء، تجيب هذه المراه للسعوديه باطفالها، انت بها علشان الاطفال. قال الله بدون الاطفال ما بيها ما تصلح، وياخذها سبحان الله العظيم ويتبناها الاطفال لين صاروا رجاجين. يوم صاروا عاد رجال ودرسوا وتخرجوا من الثانويه ارسلهم عاد للجزائر العيال، والبنيه بقت معه لين زوجها في جده. الان البنت متزوجه موجوده في جده الان، تزوجها واحده سعودي. فيقول سبحان الله يعني تعرفون يعني بعد ما جبتها وعندي عائله قبل، شوف الله يوسع على المسلم اللي نيته طيبه. يقول صرت سبحان الله يسر الله لي هالموضوع هذا اللي هو ايش؟ اني هجس الماء وينه وعلى بعد كم، لدرجه ان بير عند الوالد قال بيرك ذي يا ولدي لو كم رحت فيها من متر؟ قال 75. قال يا ريتك والله وصلت 90. وافقكم حصاة سوداء؟ قال لي والله وافتنا حصاة سوداء. قال والله ان المحدرة. سبحان الله العظيم. ترى والله ما طل في البير، توفيق من الله. والله ما طل في البير، مزرعتنا حنا. يا سلام. وابوي حي يرزاق موجود وحاضر هالكلام الجماعه، ما هو ابوي الحال. فسبحان الله العظيم صار ايش؟ طبعا هذه الى يسميه حنا مرسام، الى رسم لك مرسام بتعطيه حقه، يعطون 1000 ريال 800 ريال ذاك الوقت زينه قبل حرب الخليج. فصارت رزق له سبحان الله العظيم. فاشوف يعني فعل خير وافتح الله له رزق ما كان عنده سبحان الله العظيم. فهذه من رحمه الله بعباده. الله يبيض وجهك لب عينك الله يطول عمرك.